هذا شعرها يعني يابس، هذا معالج بروتين سوينا له اياه على مود شنو يصير ناعم، يبقى ساعة بالشعر بعدين فقط مشي صور. هذا المعالج هيك شغله. تعال، هذا شعر اسود سوينا لها تجربة حتى نشوفه يطلع يفتح، اذا فتح نسوي اياه شقارات، واذا ما فتح نقول لها ما يصير حتى على مود يتعب شعرها نسوي له تجربة قبل لا نشتغل. سوينا لها تجربة حتى نشوف شعره يتعب او ما يتعب، سوينا لها تجربة ما بي شيء مثل ما تشوفون. راح نسوي كليته هذا شقارات، راح نسوي نقلب اللون مالته، شعرها طويل وسمينا راح اشوفكم نهاية هذا الشيء. نابي بني مو؟ نابي بني راح نسوي له اياه على شقارات صبغ وتفصيل. همينة شربنا لها خصلة وهماتين راح نشوفون. اقرا تعلمها. انا عشان مثل ما تشوفون هذا اللي يشتغل يسحب منا لهنا على مود هذا لن تعبد. اول شيء هذا الجذر بعدين الاطراف على مود لا يتعب الشعر، على مود يصير عندنا ساعه وصبغ كل شيء مرتب. تعرف هذا هنا نفس التفاصيل، هنا سحبنا نفس التفاصيل، سحبنا وصبغنا بنفس الوقت على مود يصير لون حلو مرتب. بعرف شلون؟ بعرف هذا السحب هسه حاليا، وبعدين نغسله وراح نصبغه. هنا نصبغ وتغسيل. اول شيء عزلنا هذا الشغل، عزلناه بعدين راح نجي نصبغ. طلعنا التغسيل و بعرف شلون؟ طلعنا هذا العزل على مود لا يتعب لا يحترق، هذا لا يحترق، هذا عزلناه اخذنا بس الطبيعي بعدين نصبغه. هذا الشغل بعد شلون؟ دا يعزل لان عندها تفصيل هوايه، هاي صبغ وتفصيل. دا يعزل التفصيل القديم على مود لا يتعب، لان هذا اذا صار فوقه راح يتعب ويحترق. فاحنا شو نسوي؟ نعزل. مع العزل هذا باو هذا الشغل العزل على مود لا يتعب هذا القديم، يعني يطلع شيء جديد صبغ وتفصيل. هسه مثل ما تشوفون هذا كان في تفصيل قديم، عزلنا التفصيل القديم سوينا تفصيل جديد، بعدين التفصيل القديم صبغناه وصار علينا صبغ وتفصيل. باو هذا اللي همنا نفس الحاله اللي كان خصل مخصل الكثافه ونازل الخصل مالتها اللي هنا، همنا نفس الحاله عزلنا القديم واخذنا الجديد بالتفصيل ماله، بعدين على مود حتى لا يتعب. بعرف شلون؟ حتى لا يتعب سويناه تفصيل جديد، وهذا طبعا كان ذي خصل مكثفه وعزلنا التفصيل القديم سوينا تفصيل جديد حتى لا يتعب. هذا الشعر الاسود اللي سوينا له تجربه، قلنا راح يصير رماديات على هذا الاسود حتى يعطي رونق حلو. تعالوا على النهايات مال هذا اللون حتى اشوف لكم اياه اللي هو اسود. طبعا هذا الشعر التعبان اللي كان بالاطراف اللي قلت لكم من هنا لهنا حيكون صبغ سحب العفو، بعدين جينا عليه فصلناه بالاخير مثل ما تشوفون. بعرف هذا كان شعر تعبان ومحروق، بس احنا سوينا له معالج وسوينا له صبغ وتغسيل بنفس الوقت، وهذا النتيجه مالته النهائيه. اقطع. هذا اللي كان بني اللي حسام كان يشتغله، اللي بني سوى له تجربه بالبدايه شافه يطلع اوكي، بعدين صار له كامل. طبعا هذا جدده اكثر من مرتين ثلاثه القصه جدده يلا طلع هيك، بس ما تعب مثل ما تشوفون، لا تعب ولا شيء، ظل هو شعر، لان احنا المواد حاطه نشتغل حاطه التفصيل والصبغ بالكمال. هسه مثل ما تشوفون هذا اللي قلت لكم عليه احنا كان في عزل تفصيل قديم سويناه بهالشكل هذا.
هسه مثلا تشوفون هذا الشعر الاسود اللي سوينا له تجربه، الشعر الاسود سوينا له تجربه وبعدين اشتغلناه. باعوا هذا التقصير مالته، باعوا. طبعا هذا الشعر اللي فديت لكم اياه تجربه، سويت له تجربه، والشعر الطويل اللي قلت لكم شعره تعبان يعني خاف يختلف، جربنا له قصه شفناه ما يمشي ودققنا عليه. اول شيء قلنا لهنا سويناه، اخذنا اللون سحبناه مثلا بالسيليكون وبعدين نزلناه على الجو بالسيليكون. طبعا هذا شو تفاصيل وهذا النهايات.